تشهد الحلقة 14 من برنامج قسم ونصيب العروسة والحماة واحدة من أكثر الحلقات إثارة بعدما تتغير موازين المنافسة بشكل كبير داخل الفيلا. فبعد سلسلة من التطورات تجد ديانا العراقية نفسها محط اهتمام أكثر من شاب، الأمر الذي يجعلها في موقف لم تكن تتوقعه منذ بداية مشاركتها في البرنامج، لتصبح واحدة من أكثر المشتركات اللواتي يدور حولهن الصراع. ومع تقدم الأحداث يزداد اهتمام كل من مصطفى المصري وداني اللبناني وإيهاب التونسي بديانا، حيث يحاول كل واحد منهم التقرب منها وكسب ثقتها. ويظهر خلال الحلقة أن المنافسة بينهم لم تعد مجرد مرحلة تعارف عادية، بل تحولت إلى سباق حقيقي يسعى فيه كل طرف لإثبات أنه الأقرب إليها والأكثر توافقا معها. وبعد فترة من التفكير تقرر ديانا حسم موقفها أمام الجميع، حيث تعلن بشكل واضح أنها لا ترغب في مواصلة التعارف مع داني اللبناني. ويأتي هذا القرار خلال جلسة تجمع المشاركين لتقول أمام الجميع إنها تفضل إنهاء هذه الفرصة، وهو ما يضع داني في موقف محرج أمام بقية الشباب والمشتركات، خاصة أن القرار جاء بصورة مباشرة وعلنية. ورغم أن داني يحاول الحفاظ على هدوئه، فإن ملامح خيبة الأمل تبدو واضحة عليه بعد هذا الموقف، إذ لم يكن يتوقع أن تنتهي فرصة التعارف بهذه الطريقة. كما يسود الصمت للحظات داخل الفيلا بانتظار معرفة الخطوة التالية التي ستتخذها ديانا بعد استبعاد أحد أبرز المهتمين بها. وبعد خروج داني من دائرة المنافسة تنحصر الخيارات أمام ديانا بين مصطفى المصري وإيهاب التونسي لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة بين الشابين. ويحاول كل منهما التقرب منها وإظهار أفضل ما لديه، أملا في كسب ثقتها وإقناعها بمواصلة التعارف معها حتى المراحل المقبلة من البرنامج. ومع تصاعد هذه المنافسة تنتقل أجواء التوتر إلى الحموات، حيث تدافع كل أم عن ابنها وترى أنه الأجدر بديانا، وتبدأ النقاشات بين عطيات والدة مصطفى المصري وسعاد والدة إيهاب التونسي، إذ تحاول كل واحدة منهما إبراز صفات ابنها والدفاع عن اختياره. وتزداد حدة الحوار بين الحموات مع استمرار النقاش، وتعلو الأصوات داخل الجلسة، بينما يحاول باقي الحاضرون تهدئة الأجواء ومنع الخلافات من الخروج عن السيطرة. ويظهر على الوجوه المشتركات والحموات الأخريات الاندهاش من سرعة تحول النقاش إلى مواجهة محتدمة. وتوحي مجريات الحلقة بأن هذا الخلاف بين الأمهات سيؤثر أيضا في أجواء المنافسة داخل الفيلا، إذ سيشعر كل من مصطفى وإيهاب بضغط إضافي بعدما أصبحت عائلاتهما طرفا في هذا التنافس، وهو ما قد يزيد من صعوبة اتخاذ القرار خلال المراحل المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات تواصل ديانا مراقبة ما يحدث من حولها، محاولة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لها، بينما يترقب الجميع الخيار النهائي الذي ستتخذه، خاصة بعد أن أصبحت المنافسة محصورة بين شابين يطمح كل منهما إلى الفوز بقلبها والاستمرار معها حتى نهاية الرحلة. ومع نهاية تلك المواجهة لم تعد أجواء الفيلا كما كانت في بداية الحلقة، إذ شعر جميع المشاركين بأن المنافسة دخلت مرحلة جديدة أكثر حساسية، فكل كلمة أصبحت محسوبة، وكل قرار قد يغير مستقبل العلاقات داخل البرنامج، خاصة بعد أن أصبح اختيار ديانا محور اهتمام الجميع. أما داني اللبناني فرغم إحراجه بعد إعلان ديانا قرارها أمام الجميع، حاول أن يحافظ على هدوئه واحترامه للموقف، مؤكدا أن الرفض جزء طبيعي من تجربة البرنامج. ومع ذلك بدا واضحا أن ما حدث ترك آثارا في نفسه، خصوصا أن القرار جاء أمام الجميع المشتركين، الأمر الذي جعله يفضل الابتعاد لبعض الوقت لإعادة ترتيب أفكاره. وفي المقابل وجد مصطفى المصري وإيهاب التونسي نفسيهما أمام منافسة مباشرة لم يشهدا مثلها منذ بداية البرنامج، فكل واحد منهما أصبح يعلم أي تصرف أو كلمة قد تؤثر في قرار ديانا النهائي. لذلك حاول كل منهما أن يفرض شخصيته الحقيقية وإبراز نقاط قوته خلال الجلسات والأنشطة اليومية. كما بدأت باقية المشتركات يراقبن ما يحدث باهتمام كبير، لأن المنافسة لم تعد تخص ديانا وحدها، بل أصبحت تؤثر في أجواء الفيلا بالكامل، فكل تغيير في العلاقات ينعكس على بقية المشاركين ويؤدي إلى تغير التحالفات ووجهات النظر داخل البرنامج. أما الحموات فقد حاول بعضهن التدخل لاحتواء التوتر بعد احتدام النقاش، ودعون إلى ضرورة الفصل بين المنافسة داخل البرنامج والعلاقات الشخصية، مؤكدات أن الهدف هو منح كل مشارك فرصة عادلة للتعارف بعيدا عن الخلافات والانفعالات. وفي خضم هذه الأجواء وجدت ديانا نفسها أمام مسؤولية كبيرة، إذ أصبحت مطالبة باتخاذ قرار واضح بعد أن تقلصت خياراتها، وبعد محاولة مصطفى إقناعها بأنه الشخص الأنسب، ورغبة إيهاب في إثبات جديته بعد أن بدا أن قرارها لن يكون سهلا، خاصة مع الضغوط المحيطة بها. كما شهدت الفيلا نقاشات جانبية بين المشاركين حول ما حدث، حيث اختلفت الآراء بشأن الطريقة التي أعلن بها قرار استبعاد داني، فبين من رأى أن الصراحة أفضل، من ترك الأمور معلقة، ومن اعتبر أن الموقف كان يمكن أن يتم بطريقة أقل إحراجا. بقي الحدث حديث الجميع طوال اليوم. ومع استمرار المنافسة أصبحت العلاقة بين مصطفى وإيهاب يسودها قدر أكبر من الحذر، فكل واحد منهما يحاول التركيز على بناء علاقة مع ديانا، مع الحرص على عدم الدخول في خلاف مباشر مع الآخر، وهو ما جعل الأجواء مشحونة بالتوتر والترقب.
وتشير مجريات الأحداث إلى أن الحلقات المقبلة قد تحمل مفاجآت جديدة، إذ أن أي قرار تتخذه ديانا ستكون له انعكاسات كبيرة على مسار المنافسة، ليس فقط بالنسبة للشباب بل أيضا بالنسبة للحياة.